تمام، خلص اللي طلبته منك وشويه وهرجع لك. معلش اسف، كنت بس بسلم تاسك لمستشار البيانات الشخصي بتاعي. ايه، ما عندكش واحد؟ في الحقيقه عندك، بس هو في شكل كوبايلوت، الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت 365. اسمه كوبايلوت فور وورد، ودلوقتي بقى مدمج جوه اكسل، وتقدر تستخدمه علشان تعرض بياناتك بالطريقه اللي تعجبك. كمان تقدر تستخدمه علشان تكتشف ترند او اتجاهات او باترن او موت ممكن ما كنتش شايفها قبل كده. واجمل حاجه انك بتعمل كل ده عن طريق تشاتن دردشه، كانك فعلا عندك مستشار بيانات شخصي بيكلمك. فلو جاهز يلا بينا نبدا. يمكن لاحظت ان البيانات ديت معموله بشكل اكسل تيبل، جدول، وده اول شرط اساسي علشان تستخدم كوبايلوت. الشرط الثاني وده مهم اكتر، لو بتستخدم نسخه كوبايلوت للديسكتوب فالملف بيكون محفوظ على الوان درايف مش على الجهاز نفسه. وزي ما انت شايف ايقونه السحابه اللي هي الكلاود ايكون بتاكد ان كل حاجه تمام. اتاكد انك محدد خليه جوه الجدول. ودلوقتي تقدر تضغط على ايكون كوبايلوت. في دليل لطيف للبدء اسمه تحديدا برومبت جايد، دليل التعليمات والأوامر. ولو حبيت ترجعه تاني في أي وقت اضغط على النجمتين اللي تحت وهيظهر لك في أي مكان. ويلا دلوقتي نجرب نكتب شوية أوامر prompts. مثلا what trends do you see within caged user، يعني إيه الاتجاهات اللي شايفها في المستخدمين المتفاعلين. كوبايلوت هيبدأ يفكر شوية وطلع لي بيمت تشارت، مخطط محوري. هنشتغل على النوع ده من الرسومات في فيديو تاني، بس ده ممتاز. يمكن ما كنتش هلاحظ ده من الأرقام بس، ولا كنت أعرف السؤال ده أصلا، لكن مع كوبايلوت مش لازم تعرف. وخلينا نجرب تنظيم بيانات. مثلا highlight the highest values in revenue، يعني ظلل لي أعلى القيم في الإيرادات. خدت بالك؟ كتبت كلمة revenue ما بين علامتين تنصيص، لكن ما كتبتش engaged users بين علامات تنصيص، ودي لأنها كانت اسم عمود واضح. فانصحك تجرب تحط الكلمات ما بين علامات تنصيص وكمان من غيرها وشوف النتائج. ممتاز. كوبايلوت نفذ الطلب وظلل لي اعلى القيم في الايرادات زي ما طلبت. وخلينا نسال سؤال تاني. مثلا what campaign name gave me the most engaged users، يعني ايه اسم الحمله اللي جابت لي اكتر عدد من المستخدمين المتفاعلين. المره دي طلع لي بيفوت تيبل، جدول محوري، وده ممتاز. هنشتغل عليه بعدين، بس النتيجه طلعت. هو فعلا الاسم ظاهر قدامي، وده هيكون مفيد اكتر لما اتعامل مع بيانات كبيره. وبرضه ممكن استخدمه في فلتره البيانات. مثلا show me any campaign type that didn't exceed a revenue of 1000، يعني وريني أي نوع حملة الإيرادات بتاعتها ما عدتش ال1000. وفعلا كوبايلوت عمل فلترة وبقيت شايف بس الحملات اللي الإيرادات بتاعتها أقل من 1000. لو عايز أرجع كل البيانات أسهل طريقة هي إنك تضغط على undo، وكل مرة كوبايلوت هيغير فيها البيانات هيظهر لك زرار الأندو. وخلينا نجرب نخلي كوبايلوت يرتب البيانات حسب الإيرادات. مثلا sort the campaign owner by revenue، يعني يرتب أصحاب الحملات حسب الإيرادات. وتم. وكمان اداني زرار الأندو، بس أنا راضي عن النتيجة. الخلاصة كده تقدر تبدأ تستخدم كوبايلوت مع بيانات. ممكن كمان تستخدم الاقتراحات الجاهزة اللي موجودة على الواجهة. تقدر تضغط على ريفريش علشان تطلع أفكار جديدة لتحليل البيانات. وبالنجمتين اللي تحت تقدر دايما تفتح البرومبت جايد وتشوف ايه الحاجات التانية اللي يقدر يعملها. وفي الفيديو اللي جاي هنبدأ نضيف أعمدة ونلعب شوية في الفورمولاز، الصيغ والمعادلات.